أكيد سمعتولي هالصوت الحلو والقرشة ولا أطيب. يسعد لي أوقاتهم متابعين الحلوين ومتابعين اللي رح يتابعوني بعد ما يشوفوا وصفتنا لليوم. هي وصفة أفخاذ الدجاج الكذابة. بتصير معكن لأعياد الميلاد، بتتاكل باردة وبتصير معكن للصحن الفرنسي. أول شي بنعمله بنجيب صدر الدجاج مثل ما نكون شايفين، منشرحه منقطعه ومنحط فليفلة ملونة خضرة صفرة حمرا المتوفرة عندكم، ومنحط جزر مبروش ومنحط درع ومنحط معلقتين جبنة كريمي. هلأ هون أنا ملح الدجاج كان ظابط، ما زدت له ملح، بس إذا بتحبوا تزيدوا له ملح. وبعدين بنجيب عجينة البيف باستري منقطعة وبتكون جاهزة معنا كرمال نشكل أفخاذ الدجاج. إذا صعب تشكيلها معكن فيكن مثل ما انكم شايفين أنا هلأ جبت بطاطا وحاولت شكلها، فقط بحط الحشوة وبحط البطاطا مثل ما انكم شايفين وبسكرها. وأنا صراحة ما كلهم حطيت لهم بطاطا، لأن البطاطا شوي ما بتستوى من جوا، بس بتعطيكم موديل أحلى. وبعدين بنلتها بالبيض وبعدين بالكعك وبعدين بنقليه على درجة حرارة 180 وصحتين وألف هنا.